عندي كده نقطة صغيرة عايزة أتكلم فيها مع الأمهات اللي عندهم أطفال بيبقوا صغيرين ومقروضين، وبيعكوا بقى بياكلوا حلويات وبياكلوا صودا وبياكلوا حاجات كتيرة من الشارع. وعيننا مش عليهم، مش مركزين معاهم، ما دام شايفين العيال ما بتتخنش والعيال بتتحرك كويس، خلاص احنا كده تمام. ونفس الحكايه برضو عندنا ناس، في ناس لازم تلاقي دايما حوالينا كده شخص او اتنين عارفين الناس الرفيعه دي اللي هم مهما ياكلوا ومهما يعكوا نبص نلاقيهم بياكلوا اضعاف اضعاف اضعاف، ياكلوا حلويات ويشربوا صودا، وفي نفس الوقت نبص نلاقيهم مش باين عليهم. نخلي بالنا كويس قوي من الناس دي. لان احنا دايما بنحتاج دايما عينينا تبقى شايفه حاجه كبيره عشان نقول ايه احنا عندنا مشكله. احنا لما بناخد سعرات زياده، بالذات الحاجات اللي هي المش مفيده والحاجات اللي هي بتبقى بنسميها امتي كالوريز، سعرات كتيره جدا بدون اي فايده للجسم، جسمي هياخد اللي هو هيحتاجه والباقي لازم يطلع بقى، يا اما في صوره حركه وطاقه، نتحرك كتير فالناس تتحرك كتير فتطلع الطاقه الزياده دي على هيئه حركه، يا اما هيطلع على هيئه دهون، هيتخزن على هيئه دهون. طيب الناس اللي بتاكل وبيبان عليها وبتزيد، دي عندها ايه؟ عندها حاجه اسمها خلايا دهنيه، مخازن للدهون. فانا كل ما هاكل دهون هتكتر، والدهون هتروح عندها اماكن تتخزن فيها، دي بالنسبه لنا عوامل امان على فكره. طيب الناس بقى اللي ما عندهاش خلايا دهنيه، زي الناس الرفيعه زي العيال المقروضه دي، دول ما عندهمش خلايا دهنيه، دهونهم هتروح فين؟ دهونهم هتروح تتخزن برضو، بس في حتت مش المفروض الدهون تتخزن فيها، تتخزن في على الكبد، تتخزن في العضلات، تتخزن حوالين الاعضاء في البطن. فاحنا ما بنبقاش شايفين الصوره دي. لكن دول بقى بيجوا اول اعراض ليهم ايه بقى؟ اول اعراض ليهم ايه؟ سكر عالي في السماء، ممكن يوصل لغيبوبه سكر. نبص نلاقي كوليسترول في السماء، بيعمل تحاليل بالصدفه كده لا الكوليسترول عنده عالي جدا. نبص نلاقي ضغطه عالي فجاه وراح على الطوارئ ومش عارف في ايه. الناس دي للاسف بتيجي بيبقى حاجات كتيره باظت. فنخلي بالنا ان احنا مش الالارم بتاعنا ان احنا تخنانين ولا لا. الالارم بتاعنا يا جماعه الاكل اللي احنا بناكله ده صحي ولا لا، بنتحرك ولا ما بنتحركش، نظام يومنا ماشي زي ما الناس عماله تقول ده الصح ده الصح ده صح ولا لا. نخلي بالنا قوي، عشان انا بشوف امهات كتيره بتقول لي ايه انا بياكل كذا كذا، ولما اجي ابتدي اشتغل على الحته دي اقول لا، اصل دي ما بتتخنش، غلط. والناس الكبيره انا شفت حالات بتدخل اول حاجه ليها، اول عرض ليها انها بتدخل الطوارئ، لان هي مش مهتميه باكلها وفاكره ما دام ما تخنتش يبقى هي كده تمام. خلي بالنا. باي باي.